أهلا بكم مشاهدينا في سكوب الرياضي، وهذه أبرز العناوين. عمران لوزة مطلوب بقوة باليونان. موقع سوفاسكور يختار تشكيلة الموسم للبطولة الاحترافية. ومغربيان ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب الألعاب الأولمبية للجولة الثالثة. أهلا بكم من جديد. دخل اللاعب المغربي عمران لوزة دائرة اهتمام 3 أندية تنوي الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت مصادر إعلام فرنسية أن 3 أندية فرنسية عبرت عن رغبتها بضم لوزة، من بينها نادي سانت إتيان الفرنسي، في انتظار أن تتجسد هذه الاهتمامات إلى عروض رسمية. وتابعت المصادر ذاتها أن نادي طرابزونسبور التركي وباوك اليوناني قدم عروضا رسمية لنادي واتفورد الإنجليزي من أجل الاستفادة من اللاعب خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وأوضح المصدر ذاته أن العروض المذكورة لم ترقى اللاعب الذي يفضل البقاء في إنجلترا. كشف موقع سوفاسكور المتخصص في الإحصائيات والأرقام عن التشكيلة النموذجية لموسم 2023-2024 والتي تميزت بأداء لاعبيها مع فرقهم هذا الموسم. وضمت التشكيلة 3 لاعبين من فريق الرجاء الرياضي الفائز باللقب، و3 لاعبين من الجيش الملكي، ولاعب واحد من كل من نهضة بركان واتحاد طنجة والمغرب الفاسي ويوسفية برشيد. وجاءت التشكيلة كما يلي: حارس المرمى أشرف الهلالي، وخط الدفاع محمد بولكسوت وحمزة بهاج، زهير مرور، وخط الوسط ربيع حريمات وأشرف هرماش وأمين زحزوح ويسري بوزوق، وخط الهجوم أدم النفاتي وإسماعيل خافي وكذلك يوسف الفحلي. وفي آخر خبر، اختير مغربيا ضمن التشكيلة النموذجية لمنتخب الألعاب الأولمبية للجولة الثالثة من دوري المجموعات التي جرت أمس الثلاثاء. هذا وتم انتقاء كل من أشرف حكيمي وزكريا وحيدي من المنتخب الوطني الأولمبي ضمن تشكيلة الجولة الثالثة بعد الأداء المتميز الذي قدمه في مباراة الأمس ضد منتخب العراق، والتي ساهم في أحد الأهداف ال3 بتمريرة حاسمة سجل منها أمير ريشاردسون الهدف الأول لأشبال الأطلس. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام سكوب رياضي. ألقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربح الرياضة.